نشتري محل تجاري ولا مكتب اداري؟ اول حاجه قبل اي استثمار لازم في 3 حاجات اساسيه اركز فيهم. اول حاجه البادجت بتاعي، تاني حاجه الشركه المطوره اللي هشتري منها، تالت حاجه المنطقه اللي هشتري فيها. اول حاجه البادجت لازم احدده واعرف انا معايا كام استثمر بيه، عشان هو اللي هيحدد لي نوع الوحده والمنطقه او المكان اللي انا هشتري فيه. تاني حاجه الشركه، لازم تكون الشركه المطوره شركه كبيره ولها سابقه اعمال ضخمه ويكون عندها مولات متسلمه وشغاله بالفعل. ثالث حاجه المنطقه او المدينه اللي انا هشتري فيها، منطقه تكون مميزه من حيث الخدمات والتخطيط والطرق والمواصلات، يكون في المنطقه ترافيك عالي، يكون فيها قوه شرائيه، يكون الطلب على المنطقه عالي زي مثلا التجمع او العاصمه، عشان لما اجي اعمل ريسيل او اجر وحدتي تجيب لي اعلى عائد متوقع في المستقبل. طبعا انا بتكلم على الشراء حاجه تحت الانشاء. ليه؟ لان اول حاجه هيكون مقدمه اقل وعلى اطول فتره سداد، وهيكون اي مرحله انشائيه بتحصل في المكان سعر وحدتي بيزيد. خلاص كده حددت البادجت بتاعي، اخترت المنطقه، اخترت الشركه اللي هشتري منها، اجي بقى اقارن اشتري المحل ولا المكتب. اول حاجه لو بادجتي اعلى من 10 مليون اشتري محل بدون تفكير. نيجي بقى نتكلم على مميزات المحل. اول حاجه طلب عالي عليه، ثاني حاجه عائد ايجاري عالي وبيزيد كل سنه بنسبه من 20 30%. ثالث حاجه لو فتح جنبي براند زي مطعم كبير او بنك او كل ده بيعلي من قيمه المحل بتاعي وبيزيد من سعره. طبعا المحل ممكن افتحه اكتر بنشاط، ولما اجي هاجره لاكتر من نشاط، فبالتالي هيكون الطلب عليه عالي من انشطه مختلفه. هلخص لك الموضوع ده بمحل بحسبه بالارقام. انا معايا 10 مليون هشتري محل وليكن 40 متر، سعر المتر ب 250,000. فين؟ مثلا في العاصمه الاداريه في منطقه الداون تاون او منطقه الام يو 23. المحل ده مساحته 40 متر، متوقع سعر الايجار في المنطقه بعد 3 سنين هيكون حوالي 2000 جنيه. انا بحدده ازاي؟ اقرب منطقه للعاصمه هي التجمع الخامس، ودي اسعار الايجارات هناك في الفتره الحاليه. فلما يكون عندي محل 40 متر هاجره ب 2000 جنيه، يعني في الشهر هيجيب لي 80,000 جنيه. خلي بالك اوعى تنسى ان كل سنه في زياده سنويه من 20 ل 30%، فانت بالتالي في اول 5 سنين هتحقق اعلى عائد على المحل اللي بالمواصفات. طبعا لو معاك 10 مليون فيما اعلى هتشتري محل بدون تفكير في مول ضخم في منطقه مميزه جدا جدا. نيجي بقى للمكتب الاداري. المكتب الاداري امتى هشتري؟ لو معايا اقل من 10 مليون ومعايا بادجت متوسط هشتري مكتب اداري في مول كله اداري في منطقه فيها شركات، فبالتالي لما اجي اطلب او لما اجي اعرضه للايجار هيكون الطلب عليه عالي وهاخد اكبر مساحه ممكنه بالبادجت اللي معايا. نيجي بقى لمميزات المكتب الاداري. اول حاجه الطلب عالي عليا من كل الشركات عايزه تاجر عندي مكتب. تاني حاجه التوجه العام الموجود دلوقتي ان كل الشركات هيكون مقراتها في مولات ومكاتب اداريه مش في شقق سكنيه، فبالتالي هيكون الطلب على الايجار عالي جدا. نيجي بقى نطبق مثال عملي بالارقام. انا لو معايا 6 مليون هشتري في منطقه زي الحي المالي او الداون تاون في العاصمه الاداريه، سعر المتر مثلا 120,000، فال6 مليون هيجيبوا لي حوالي 50 متر. طيب هاجي اجر، سعر متر الايجار المتوقع من 800 ل 1000 جنيه، يعني ال 50 متر هاجرهم بحوالي 50,000 جنيه. طبعا مع زياده سنويه في الاداري بتكون من 10 ل 15%، ففي خلال اول 5 سنين هكون حققت عائد ايجاري محترم جدا. طيب انا معايا بادجت مش كبيره لكن عايز اشتري محل، هشتري محل صغير في مول خدمي زي العبور او الشروق، برضه هيحقق لي عائد محترم. الخلاصه معايا بادجت كبير فوق ال 10 مليون هشتري محل من غير تفكير في ميجا مول ومكان مميز جدا. معايا بادجت متوسط اقل من 10 مليون يبقى هشتري مكتب اداري في منطقه كلها شركات ومول يكون كله اداري ويكون فيه شركات كتير. معايا بادجت قليل او بادجت متوسط لكن عايز اشتري محل، يبقى هشتري محل في مول خدمي في منطقه زي العبور او الشروق. ومن الاخر قبل ما اشتري محل او مكتب لازم اشوف البادجت بتاعي كام، هيجيب لي مساحه قد ايه، هاجرها في المستقبل بكام، وهتدخل لي ROI اعلى، عائد استثماري قد ايه. وانت بقى ايه رايك؟ محل ولا مكتب؟ ولو متردد وقدامك اكتر من فرصه عقاريه ومحتار ومش عارف تاخد قرار، كلمني وانا اساعدك انك تختار صح. انا محمود جمال، وعشان تعرف كل تفاصيل السوق العقاري اعمل لي فولو.